تعرف انك سلعه وبتتباع كل يوم؟ ده كلام مهندسين شغالين في قلب فيسبوك وجوجل قالوها صراحه كده قدام الكاميرا. فكمل الحلقه عشان في مصيبه انت مش واخد بالك منها. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. في فيلم اتعرض على نتفليكس وكشف اللعبه كلها. الفيلم فيه مهندسين كانوا شغالين في اكبر شركات التكنولوجيا اللي في العالم، اعترفوا وقالوا احنا صممنا منصات بتلعب في دماغك وبتتحكم في سلوكك علشان تبقى مدمن. وموظف الفيسبوك اللي اخترع زرار اللايك قال انا ندمان جدا على اللي انا عملته. كل حاجه في المنصات دي معموله علشان تشغلك اكتر وقت ممكن. وقفت على البوست ده كام ثانيه، عملت لايك لمين، بتتفاعل مع الغضب اكتر، حلو نديك غضب اكتر. حتى الالوان، اللون الاحمر اللي في الاشعارات فوق مش صدفه، ده لون الخطر اللي بيخلي دماغك تفكر لازم اشوف ايه الجديد دلوقتي. والارقام مرعبه، المراهقين بيشيكوا على موبايلهم اكتر من 150 مره في اليوم، ونسبه الاكتئاب زادت 56% من 2009 ل 2017 بس. والنتيجه جيل مكتئب، ونسبه انتحار بين المراهقين بتزيد. اخبار كذب بتنتشر اكتر من الحقيقه ب6 مرات. لما الفيلم نزل على نتفليكس الدنيا اتشقلبت، ترند عالمي في 24 ساعه بس، وناس بدات تمسح الفيسبوك. ابل حطت قيود على تتبع البيانات، ومارك طلع يدافع قدام الكونجرس. ولكن الاهم ردود الفعل الحقيقيه. في امريكا مدارس بدات تمنع الموبايل في الفصول تماما، وفي فرنسا قانون جديد بيمنع الاطفال تحت 15 سنه من استخدام السوشيال ميديا اساسا، والاتحاد الاوروبي عدل قوانين حمايه البيانات، وحاجات كتير جدا تانية حصلت. كل ده بسبب فيلم. لكن الموضوع لسه ما خلصش. هل تعرف ان تيك توك بيسجل كل حاجه؟ نبضات قلبك، نبره صوتك. السينما لما تفضح حاجه مش لازم تبقى حرب او جريمه قتل، اوقات كتير جدا بتكون خايف على مصلحتك انت. الفيلم ما قالكش ما تستخدمش السوشيال ميديا، لكن قالك خلي بالك ازاي بتستعملها. وخليني اقول لك شويه نصايح من الفيلم نفسه. خليك انت صاحب قرار امتى تفتح الموبايل وتشوفه، ما تخليش الموبايل جنبك وانت نايم. وحاول تعمل يوم بدون موبايل في الاسبوع. والسؤال هنا ليك، هل بعد الحلقه دي هتغير طريقه استعمالك للسوشيال ميديا ولا انت تمام؟ سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقه جديده، وما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.